السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل سلسلة فيديوهاتنا عن مرض خشونة المفاصل. اتكلمنا قبل كده ازاي ايه هو اهم اعراضه، اتكلمنا اهم طرق التشخيص. هنتكلم النهاردة عن طرق العلاج، وعشان نتكلم عن طرق العلاج هستأذنكم هنقسمهم عن فيديوهين، فحضراتكم معانا في فيديو تاني. الفيديو الاولاني اللي هو النهاردة هتكلم عن طريقة العلاج اللادوائية، يعني انا هعمل ايه للعيان من غير ما اديله دواء. طيب اهم حاجة عشان اعمل دوت لازم اعرف ايه العوامل اللي مهدت للخشونة في الشخصية اللي قدامي. طيب اشهر العوامل الممهدة للخشونة هي اول حاجة يا اما يكون في طبيعة جسدية او طبيعة عملية معينة هو بيعملها، طبيعة شغله والظروف المحيطة بيه. تاني حاجة طبيعته الجسدية، هل في حاجة في جسمه مثلا ممهدة للخشونة، زي مثلا عنده فلات فوت مثلا في قدميه، او عنده مثلا تغيير او اعوجاج في شكل القدم او في العظم اللي حوالين الركبة، سواء بالنسبة لعظم قصبة الرجل في العموم. ثالث حاجة هل هو اوفر ويت، هل هو وزنه زيادة ولا لا. رابع حاجة هل في امراض مصاحبة عنده للخشونة ولا لا. اول حاجة قلنا طبيعته العمليه او طبيعه حياته، لازم بقعد معاه واشوفها كويس واشوف الانستراكشنز اللي انا ممكن افيده بيها. هل هو بيقف كتير، فلو يقدر يقلل من الوقفه في ظل ظروف شغله وحياته اليوميه، او ست بيت بتقف كتير او غيره، ممكن ننصحها اذا كان في حاجه ينفع تعملها وهي قاعده، فده ممكن يكون افضل شويتين ليها. بعد كده اذا كان هو طبيعته الجسديه في مثلا عنده فلات فوت مثلا في رجليه، فده بيبوظ حاجه اسمها البايوميكانكس بتاعت المشيه وبتاعت حركه الطرفين السفليين في العموم، فممكن نحط فرشه في الحذاء على سبيل المثال تحسن شكل حركه الرجلين او البايوميكانكس بتاعت جسمه. اذا كان اوفر ويت او اذا كان في وزن زياده، فالافضل ان احنا نساعده او نقول له ان هو يقلل الوزن قدر الامكان. رابع حاجه بالنسبه للامراض المصاحبه، اذا كان في سكر او اذا كان في غده درقيه او اذا كان في نقص في فيتامين د، فكل ده بيساهم في زياده الم المفاصل بتاع الخشونه. فلا بد ان احنا برضو نحاول نقعد مع العيان ونحاول نقلل من الاعراض ديت، او نحاول نشوف الطبيب المعالج التخصص الاخر ان هو يحاول يعمل كنترول جيد للامراض المصاحبه للخشونه. رابع حاجه واخر حاجه الهيلثي لايف ستايل، اذا كان يقدر يتمشى في حدود المستطاع وعلى حسب ريكومنديشنز بتاع الطبيب المعالج للمفصل بتاعه. والهيلثي دايت ان هو يقدر يبقى طعامه متوازن ما بين في كل الكميات او كل المواد الغذائيه السليمه. شكرا لحضراتكم وانتظرونا في الفيديو القادم.